صباح الخير، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. جايين بفيديو جديد النهارده. يا رب يعجبكم. يا رب تتابعوني وتتفرجوا عليه. وحشتوني كتير. النهارده هنعمل مع بعض المطبخ. هوريكم الظرف بتاعتي، وهننظم المواعين مع بعض، وهنعمل اكل مع بعض. وعايزاكم تتفرجوا عليا وتتابعوني. اعملوا اشتراك وحطوا اللايك ودعموني عشان القناة تكبر يا حبايب قلبي. النهاردة هنعمل كفتة بروز، اوريكم الخطوات بتاعتها خطوة بخطوة، وهنعملها مع بعض وهنسويها مع بعض في البوتاجاز، وهنعمل الخطوات مع بعض خطوة بخطوة. فانا بتمنى ان انتوا تتفرجوا عليا ويعجبكم الفيديو، وتعملوا اشتراك ومتابعة، وتحطوا اللايك. نهاركم ابيض يا رب كده ومعطر بذكر الله. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. انا دلوقتي مسكت، كان عندي شويه مواعين، انا صبنتهم بس ما بداتش معاكم يعني من اول ما بدات المواعين. انا مسكتهم خلصتهم، وانا بقى رصتهم دلوقتي قدامكم. انا عندي المطبخ بتاعي الحمد لله مطبخ كبير شويه. في الضرفه اللي قدامكم دي، وفي برضو الضرفتين اللي تحت. تمام يا حبايبي. وعندي على ناحية ايديكم اليمين كده ضرفة كبيرة خشب مكونة من 4 ضرف خشب. تمام يا حبايبي. الجزء اللي فوق ده لما فيه كل الكوبايات مع الأطباق، مع الحاجات اللي بحتاجها ليومي يعني، الأطباق، الكوبايات، الحاجات اللي هي اللي أنا بستعملها تقريبا كل يوم. تمام يا حبايبي. وحاطه برضو في الدرف اللي تحت، حاطه الحلل، وحاطه الصواني، وحاطه الطواجن، الحاجات دي كلها. تمام يا حبايبي. انا برص قدامكم اهوت المواعين، وهنرصها مع بعض. طمنوني عليكم، عاملين ايه واخباركم ايه؟ ربنا يا رب يكبر بخواطركم ويكرمكم يا رب، ويرزقكم اللهم امين، ويجعل ايامكم كلها هنا يا رب، وراحة بال وسعادة، وتحققوا يا رب كل حاجة بتتمنوها. ان شاء الله المدارس جاية على الابواب، وان شاء الله يا رب يكون موسم خير يا رب، وتكون كلها فرحة، وكلها يا رب نظام وترتيب، وتكون كل حاجة عندك مهيئة يا رب للمدرسة، وتكوني انت مظبطة كل دنيتك، وربنا يا رب يسهل لك وييسر لك كل امورك يا حبيبتي. تمام. انا هنا البوتاجاز اهو، حاطه التلاجة في المطبخ، والغسالة، وفرشة سجادة كده 2 في 3، وايه وده كل المطبخ بتاعي بقى. انا وريتهولكوا لفة كده سريعة. تمام يا حبايبي. خلصنا المواعين اهم، رصيناهم كلهم، وعامله الضرفه اللي فوق دي حاطه فيها الخلاط والكبه، وحاطه معاهم الصواني. تمام يا حبايبي. وفي ضرفه تانية حاطه فيها الخزين، الزيت، الخل، الحاجات دي كلها. وعندي التربو تحت حاطه فيه البطاطس، وحاطه فيه البصل، وحاطه فيه المكرونات والرز والشعريه والتوابل، الحاجات اللي انا بحتاجها ايه يوميا. هو ده التربو اللي قدامكم ده. انا دلوقتي بنضف تحت الحوض، بلم اعزكم الله الزباله تحت الحوض، وهمسح كده الارضيه، ويبقى المطبخ كده تمام وزي الفل. وبعد كده نبتدي بقى نعمل ايه. هعمل معاكم الخطوات الكفته بالرز بالفراخ، بصدر فرخه. انا بصدر فرخه الحمد لله. عملت حبه كفته بصلصه، يعني بصي ما شاء الله ما شاء الله. صدر الفرخة مع كوبايتين الرز، مع كوباية الخضرة، مع البصلاية وفصين توم والتوابل، عملوا بسم الله ما شاء الله يعني حلة كويسة، يجي 3 اطباق كفتة كده محترمين. تمام. وعملت حبة رز ابيض، والف هنا وشفا يا رب على اللي كل. وكانت زي السكر. انتي بتغسلي الرز وتسيبيه شوية يتصفى ينشف، وبعدين تطحنيه في الكبة بتاعة الخلاط بتاعك. تمام يا حبيبتي. وبعد كده بتحطي الخضرة، وبتحطي بقى كله في الكبة بقى، الخضرة مع الثوم مع البصل مع الرز مع الفراخ، بتكوني مقطعاه، والصدر مقطعاه مكعبات، وتروحي تمام حطاه، وتضربي كله ضرب كده على طول مبرح كده،
هتبقى جميله معاكي. تحطيها في التلاجة 10 دقايق ولا حاجه، وبعد كده تروحي ايه، بسم الله ما شاء الله، تروحي ايه، مطلعاها مصبعاها وتقليها، وتكوني عامله الصلصه. الصلصه لو عايزه تعمليها بتوم، عايزه تعمليها ببصل، زي ما انت عايزه. وتروحي عاملاها وتروحي حطاها ايه، طشها بالطماطم، يعني تعملي تومه وتطشها بالطماطم، تتسبك. وتروحي تكوني قاليه الكفته، وتروحي ايه، سقطاها. عندك بطاطسايه لو عايزه تزودي، تحطي بطاطسايه كده وتقطعيها مكعبات وتحطيها مع الكفته، بتبقى طعمها تحفه تحفه، جميله جدا. يعني اكيد كلكم بتحبوا الكفته برز، انا عن نفسي بحبها جدا، وولادي بيحبوها. بس يا حبيبتي، انا دلوقتي نزلت السوق. انا كنت موريكم الفيديو اللي فات بتاع المشتريات. يا رب يا حبايبي تتفرجوا على الفيديو، يا رب اليوتيوب يقترح الفيديوهات بتاعتي. انا بتمنى والله ان اليوتيوب يقترح الفيديوهات بتاعتي وتشوفوها. انا حاسه انها مش بتتشاف، فاتمنى ان انتوا تشوفوا الفيديوهات بتاعتي وتدعموني وتكون مصدر رزق ليا، والقناه تتشاف، وانتوا تحطوا اللايك وتشتركوا، تعملوا اشتراك، والفيديوهات تترفع وتوصل لعدد كبير من الناس. انا بتمنى والله ان القناه تتشاف، واليوتيوب يقترحها ليكم يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. فانا الصبح بدري نزلت، كنت نازله اجيب فطار. فنزلت كده ب200 جنيه تقريبا كانت معايا. فقلت ما عندناش فطار، فقلت انزل انا اجيب فطار في السريع كده، حته جبنه، طعميه، فينو، شيبسي كده وايه، وكنت هنفطر انا والولاد. تمام. فانا لقيت قدامي ايه، ست فلاحه قاعده كده، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. حاجتها جميله جدا، يعني الحاجه صبحه كده فلاحي وجميله. فلقيت عندها الملوخيه كيلو ب10 جنيه، رحت جبت كيلو. ولقيت معاها سبانخ الكيلو ب20 جنيه، اللهم صل على النبي، زي السكر. رحت جايبه نص كيلو سبانخ، قلت دول يبقى انا عملت ايه، 10 و10 يعني 20 جنيه. خدتهم من ال200 جنيه اللي انا كنت نازله بيه اجيب بيهم طلبات. فما كانش في دماغي ان انا اجيب، بس بصراحه اما لقيت الملوخيه والسبانخ ما شاء الله صابحين جدا وفلاحي كده وصابحين، قلت انا طب وايه يعني، من ال20 جنيه دي هستفيد بيها وافرز حاجه في الفريزر. رحت جايبه كيلو الملوخيه وجبت نص كيلو السبانخ. مسكت الملوخيه قدامكم اهم، انا بغسلها. الملوخيه دي بقى تقعدي بقى تشيلي وتحطي فيها وتغسلي فيها، تحطيها في صينيه او في طبق كده غويط، وتقعدي بايديكي كده وتغسلي وتنضفي فيها لحد، بص الطينه كانت عامله ازاي، اعزكم الله، لحد ما تنضف خالص وتبقى الميه شمعه كده فله منوره، بحيث تنزلي كل الاتربه اللي عليها، البكتيريا اللي عليه، كل حاجه كل حاجه. الملوخيه عشان كانت في الزراعه وكده، فلازم تغسليها كويس جدا عشان صحتك وصحه اولادك وجوزك. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تمام يا حبايبي. انا قعدت اغسل فيها اكتر من مره، كتير كتير، لحد ما الميه بتاعتها راقت وبقت نضيفه وبقت زي الفل. بس خدتها بقى، هقعد كده مع نفسي كده، احطها في الارض، رحت قاعده كده مربعه، وقعدت في مسافه بص دقيقتين، رحت قرطفت الكيلو كله وفردته على صينيه كبيره كده، وسبته تحت المروحه ايه، ينشف. وعملت برضو كده في السبانخ، مسكت السبانخ عود 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 تحت الحنفيه، نضفتها وخليتها زي الفل، وهي قدامكم محطوطه اهي. همسك السبانخ اقطعها، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، اقطعها. وعملتها على كيسين، النص كيلو. هو الدنيا حر والصيف يعني مش بيبقى عايز طبيخ كتير، فهو كيس بتطلعيه وبتروحي عاملاه وجبه، طلع لك طبقين حلوين. يبقى النص كيلو السبانخ معاه شويه خضره، انا عملته ايه على كيسين، هيجي في الفيديو هوريلكم. والملوخيه بسم الله ما شاء الله، انا طريقتي في تفريز الملوخيه، انا جربت طرق كتير، بس احسن طريقه بصراحه نفعت كويسه معايا واستفدت منها وانا ماشيه عليها، ان انا مسكت الملوخيه قرطفتها وانشفها تنشف كويس، وتكيسيها زي ما هي بورقها، ما بتخرطهاش ولا بتعمليها في كبه ولا بتحطيها في ولا اي حاجه خالص، انت بتكيسيها زي ما هي بورقها كده خضره في الكيس، بتفضي الهواء منه وتربطيها وتروحي شايلاها. تيجي بقى عند ما انت هتعمليها تطلعيها وهي مجمده، وهي مجمده بتحطيها في الكبه ضربه والتانيه بحبه شوربه صغننين، تطلع لك بقى بصي كأنك لسه خرطاها بالمخرطة دلوقتي.
ده تفريز الملوخيه بس، وتحطيها في الشوربه وتعملي الطشه بتاعتها التوم. دي السبانخ انا قطعتها اهوت ما شاء الله، بس كنت جايبه خضره عشان خاطر السبانخ وعشان خاطر الكفته اللي هعملها. دي الخضره اغسلها برضو غسيل كويس جدا جدا. ايوه غسلتها الاول في الصينيه، نزلت منها الطينه خالص، بعدين حطيتها في المصفى تشطفيها برضو شطفه كويسه بحيث ما يبقاش فيها تراب ولا فيها اي حاجه. فانتي وانتي نازله حبيبتي تشتري اي حاجه، معاكي 20 جنيه، معاكي 30 جنيه. يعني انا مثلا كنت نازله اجيب فطار، بدل ما اجيب بقى فول وطعميه وبتنجان وما اعرفش ايه وكده لا، ال20 جنيه اللي جبت بيها الملوخيه والسبانخ انا وفرتهم. مثلا كنت بجيب بتنجان وكنت بجيب مثلا فول، لا جبت طعميه وجبت الجبنه وجبت الفينو وعملنا سندوتشات طعميه بالفينو بالجبنه وتمام وزي العسل وزي الفل. وال20 جنيه بدل ما اجيب بيهم فول وبتنجان، لا خلاص مش مشكلة فول وبتنجان. انا دلوقتي فرست 5 اكياس بسم الله ما شاء الله من الخضار ب20 جنيه بس. تمام يا حبيبتي. فوانتي نازلة السوق تعملي حسابي كده، معاكي 10 جنيه، معاكي 20 جنيه، لقيتي 10 جنيه خضرة تجيبيهم وتغسليهم غسلة حلوة وتنشفيهم وتكيسيهم. كيلو ملوخية، كيلو سبانخ، نص كيلو كوسة، نص كيلو بامية. الحاجات دي معاكي كل مرة كده، كل ما تنزلي تجيبي وتيجي على طول وانت واقفة بتعملي الاكل بتاعك تعمليها وتنضفيها وتفرزيها، انت والله العظيم اللي مستفادة جدا وانت اللي كسبانة. بس هنا يا حبايبي انا جبت صدر الفرخة اللي قلتلكوا عليه اهو، بقطعه حتت بسم الله ما شاء الله، وقطعت بصلتين وقرنين فلفل احمر اهوت قدامكم. وعندي الدهنه اللي انا بجيبها بقول لكم من الجزار، خدت حته دهنه كده مع الفراخ وادي الخضره كل دوت هحطه مع بعضه ايه في الكب. تمام يا حبايبي. بس والرز كنت ضرباه وتروحي حطاه بقى في الخلاط كله كده ايه مع بعضه. تمام يا حبايبي. اهي الكبه شغاله، تحطي بقى وتضربي تضربي تضربي لحد ما تطلع عجينه كده متماسكه معاكي وزي الفل. دي كرومبايه برضو كنت جايباها في المشتروات اللي انا وريتها لكم اول امبارح. كانت الكرومبايه دي عامله 15 جنيه. انا كنت جايباها مش عشان اعملها محشي، عملتها كول سلو مع ستريبس ورز ريزو وكانت اكله جميله. ماشي يا حبايبي. بنفرم بقى اللحمه مع البصل مع الثوم مع الفلفل، وبعد كده بنحط بقى الخضره وبنحط الرز بتاعنا ونفضل بقى نضرب مع بعض. بس يا حبايبي، فانت خليكي ست بيت كده شاطره وموفره. اعتمدي برضو على التفريزات. الطماطم برضو اليومين دول يعني في رخيص وفي غالي. الرخيصة مثلا هتلاقي كيلو ونص ب10، كيلو وربع ب10، هتلاقيها بس طيبة كده مستوية. انت تجيبي منها برضو يا حبيبتي على قد ما ظروفك تسمحلك، معاكي 20 معاكي 30 هاتي وهاتيها صلصصيها كده في في الحلة، اغسليها كويس وقطعيها وسيبيها تتسلق مع نفسها، وبعد كده تضربيها في الخلاط وتكيسيها. فكل التفريزات دي والله العظيم بتنفعك انتي بصراحة. بس فاحنا عايزين ان شاء الله ان شاء الله الفترة اللي جاية نعمل وصفات كده اقتصادية، ونعمل برضو اوريكم ازاي من حاجات قليلة ممكن نعمل حاجات كتير. ممكن من مبلغ صغير تجيبي برضو حاجات كتير وتوفري منها. فانتي لازم لازم الفترة اللي جاية بتاعت المدارس دي تلمي نفسك كويس جدا عشان تقدري ان شاء الله ان شاء الله تبقى الدنيا سهله وزي الفل معاكي. وربنا يا رب ييسرها لك ويسهلها لك يا حبيبتي، انا وانتي والبنات المسلمين وولاد المسلمين اجمعين يا رب. يا رب يرزق كلنا، يا رب يرزقنا كلنا يا رب. تمام يا حبايبي. اوعوا تنسوا الاشتراك، اوعوا تنسوا الاشتراك بالله عليكم واللايك. يا رب تشتركوا في القناه عشان القناه تكبر، يا رب تكبر بيكم يا حبايبي. ادي كفته بعد ما خلصت اهي بسم الله ما شاء الله، بتبقى جميله وزي الفل. تخلي حبه زيت كده جنبك عشان تبقى ماشيه كده على ايديكي وانت بتصبعيها كويس. ماشي يا حبايبي.
انا حطيت الطاسه اهوت، وحطيت عين عليها الصلصه وعين عليها الرز. الرز الابيض انت بتحطي معلقه سمنه ومعلقه زيت، وتشوحي الرز كويس في السمنه والزيت برشه فلفل اسود صغيره، ورشه الملح اللي انت بتحبيه على حسب الملح اللي انت بتحبيه. وبعد كده تكوني غاسله الرز مصفياه، وتروحي حطاه وتقلبي تقلبي تشوحي تشوحي، وتروحي بعد كده طشه بقى بالميه، طشه بالشوربه زي ما انت عايزه، بيديك احلى حبه رز ابيض، بيبقى جميل. والصلصه بتاعت الكفته بتحطي برضو معلقه زيت معلقه سمنه، وبعدين تخرطي بصلايه صغننه بفص توم، وتشوحي فيهم كده لحد ما يدوكي لون كده اصفر حلو، وتروحي طشه بقى بالطماطم. بصوا انا عملت اهو الرز وعملت الصلصه. بعد بقى ما تتسبك الطماطم كويس، وتكوني مخرطه بطاطسايه لو انت عايزه تحطي بطاطس مع الكفته، وتزودي برضو بيها الكميه. تحطي بقى بطاطسيتين بطاطسايه على حسب ما انت عايزه، وتقطعيهم مكعبات وتحطيهم تحطيها قبل البطاطس، عشان ممكن البطاطس تاخد سوا شويه. وبعد ما البطاطس تغلي غلوتين، تروحي ساقطه بقى الكفته اللي انت حمرتيها. تمام حبايبي، كانت اكله والله زي العسل، وكفت ووفت بصدر فرخه. عملنا الحله اللي قدامكم دي حله رز وحله كفته ومعاها بطاطس، فالحمد لله زي الفل وزي السكر وزي العسل على قلوبكم. الحمد لله، مادام في رضا وفي بركه في البيت، هنعرف نمشي امورنا ونعمل كل حاجه في بيتنا زي الفل. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. الف هنا وشفا يا رب على قلبكم يا رب، وقلب اللي هياكل. بس حبايبي، فانا والله يعني انا عايزه القناه تكبر، نفسي القناه تكبر بجد، نفسي القناه تتشاف. انا والله العظيم يعني بحب اصور معاكم، وبحب اوصل لكم معلومه، او يعني البنات الجداد اللي لسه داخله المطبخ. يعني انا بعمل اكلات حلوه برضو، الاكل بتاعنا اللي هو الاكل الصعيدي ده بتاع زمان الجميل، انا بحبه جدا وبرضو بعمله. وبنعمل وصفات برضو من الوصفات الجديدة للبنات بقى والولاد اللي بيحبوها، المقليات والمحشيات وكل الحاجات دي انا برضو بعملها. فساعدوني، ساعدوني ان انا اعمل فيديوهات كتير عشان القناة تكبر بيكو. وهي والله يعني ممكن تكون مصدر رزق، يعني يساعد معانا على الحياة وعلى المعيشة وكده. بس وكان عندي الكوسة اللي كنت جايباها مع المشتريات، انا برضو وانا واقفة كده عملتها مع الملوخية اللهم صل على النبي والسبانخ. بقى عندي بسم الله ما شاء الله جايبة نص كيلو ب10 جنيه كوسة، وجايبة نص كيلو سبانخ ب10 جنيه، وجايبة كيلو ملوخية ب10 جنيه ب30 جنيه. اللهم صل على النبي. انا مليت الفريزر بتاعي كوسة وسبانخ وملوخية. يعني شوفي بسم الله ما شاء الله 3 اكياس ملوخية وكيسين سبانخ وكيس كوسة. بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي. فانت بايديكي، يعني الدنيا غالية، بس والله العظيم يعني في حاجات برضو رخيصة، وممكن انت برضو تملي بيها بيتك وتعمري بيها بيتك. ما توقفيش الدنيا وتقولي الدنيا غالية والدنيا لا. انت طول ما انت كل ما تنزلي معاكي 10 جنيه اجيب بيها حاجة، معاكي 5 جنيه ان شاء الله لو جبت بيها فلفل كمون كيسين ملح. بصي اي قرش معاكي بينفع وهيوفر معاكي. انتي نازله تجيبي طلبات، انا اعمل 10 جنيه 15 جنيه 20 جنيه، هجيب بيهم حاجه انا ارميها في الفريزر، او حاجه انا ارميها في التربو هتنفعني. ب10 جنيه رز هرميهم وانساه، ب10 جنيه ستي في فيجيتار، ب10 جنيه شعريه، اي حاجه اي حاجه معاكي هي هتفيدك انت وهتستفيدي منها. ما تيجي تنزلي تجيبي مشتريات الاسبوع او الشهر او الاسبوعين على حسب ما انت ماشيه نفسك، هتلاقي من خلال انت لما كنت بتنزلي في يوم تجيبي فطار، يوم نازله تجيبي حاجه، معاكي 10 معاكي 5 معاكي 15 معاكي 20، جبتي بيهم حاجات كده ورميتيها في درج التربو. والله العظيم تيجي بقى على الاسبوع انت بتشتري المشتريات، انا عندي كذا انا عندي كذا، تروحي موفره، موفره 50 جنيه موفره 100 جنيه. انت اولى بيها تروحي حطها في حصاله، حطها في الكيس بتاعك وشايلها بعيد. فالست البيت المدبره الشاطره
والبنات اللي مقبلين كده على الجواز او لسه عرايس جداد، اسمعي نصيحة من امي ليكي او اخت كبيرة ليكي، اسمعي مني والله العظيم. حاولي تدبقي كده وتوفري وتبقي شطورة، ما تقوليش لا انا جايبة فلا لا لا انا هعملها انا وجوزي وناكل ونشبع ومش عارف ايه مش مهم بكرة نبقى لا 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 لا. انا كنت بقول زي كده زمان صراحة وكده، فضيعت كتير 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 وما استفدتش. لا انا دلوقتي بتمنى ان الزمن يرجع بيا تاني، بس ده كله بصراحة بصراحة اللي علمولي اليوتيوب. الله يبارك لهم اليوتيوبرات بجد، يعني افادونا، يعني احنا استفدنا كتير منهم. انا ست كبيرة وولادي كبار، بس الحمد لله يعني طول ما احنا عايشين بنتعلم. يعني انا مش كبيرة قوي يعني، بس ايه، انا بتعلم كل يوم بتعلم، اتعلمت منهم والله العظيم حاجات كتير. فانتي طول ما انتي عايشة بتتعلمي. انا دلوقتي بقولك نفسي زمن يرجع على القرش اللي كنت بمسكه في ايدي كده، انا كنت زماني عملت حاجات كتير جدا. بس الحمد لله ملحوقة وديني بعمل وبحاول، لاني عندي عروستين عايزين يتجهزوا، وعندي ولد بسم الله ما شاء الله عايز يتجوز، فلازم انا برضو ابقى واقفة في ظهرهم، ابقى عاينة لهم قرش اقدر اجهزهم برضو مع باباهم واساعد وايه واجيب لهم كل حاجة هم عايزينها واسطرهم واخليهم احسن البنات. انتي برضو اعملي كده، ولادك صغيرين اعملي حساب ان هم هيكبروا هيتجوزوا عايزين مصاريف جواز، عايزين مصاريف جهاز، عايزين كتير كتير كتير. فانت حبيبتي الاكل مش بيشكر، والاكل بصي كله زي بعضه، الفول وطعمية كفتة فراخ لحمة، كله ده مطلوب وده مطلوب، باعتدال باعتدال وبشطارة تكسري قرش ليك يا حبيبتي ولولادك ينفعك للزمن. اسمعي والله العظيم مني، انا يعني مجربة، انا مجربة وبحاول بقى من دلوقتي، انا بحاول ان انا اعمل اللي ما عملتوش زمان. تمام يا حبايبي. فانت عروسة جديدة، متجوزة ومعاكي ولد، معاكي ولدين، معاكي بنات، معاكي صغننين، انت يا حبيبتي مش هتحرميهم من حاجة، بس تحاولي برضو ايه توفري. آه، دلوقتي برضو بصي فعلا فعلا الناس ما بقتش تاكل زي زمان، الكميات اللي كنا بناكلها زمان والحاجة لا 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 لا، دلوقتي بقى في اعتدال، والله بقى في نظام. اليوتيوب علمنا بجد، انت ممكن تجيبي فرخة هتعمليها في اكلة، لا ما انا ممكن اعملها في اكلتين، اعملها في 3. انا ليه مثلا اعمل انا وجوزي وانا لسه متجوزة جديد ومعايا طفل صغير، ليه اعمل فرخة كاملة؟ ما انا اعملها على مرتين، اعملها. وفي ناس والله العظيم ومعاهم اطفال مثلا 4 اطفال ومعاهم طفلين وبيعملوها مثلا على 4 وجبات. يعني كده كده هو كده كده بيقول لك الفراخ مهرمنه والفراخ فيها وفيها، طب ما احنا ناكل منها، كده كده احنا بناكل كله بياكل، فاحنا ناكل بس ناكل بكميات ايه قليله، مش زي ما كنا بناكل كتير. تمام. اللحمه برضو المفرومه دي بتعملي منها وجبات كتير جدا جدا جدا، يعني لو جبتي نص كيلو لحمه مفرومه تعملي منه وجبتين حلوين ومحترمين. فانت حبيبتي على قد ما تقدري ساعدي نفسك، ساعدي بيتك، ساعدي اولادك، ان انت توفري لهم قرش ما يجيش عليكي الزمن وانت ولادك يكبروا ويبقوا محتاجين وانت ما تبقيش عارفه تعملي ايه. ظروف جوزك ما تضمنهاش برضو، ظروف الشغل بتاعت جوزك انت مش ضامنه الدنيا تفضل زي ما هي ولا لا. فانت لما تكوني عاينه قرش، عاينه حته ذهب، عاينه حاجه، دي والله العظيم والله العظيم بصي هتفيدك وهتستفيدي وتقولي الحمد لله يا رب.